الرئيس التشادي كاكا، تعالوا شوفوا الحرس بتاعه بس جساو، بس شوف الزول ده بردب كيف. يلا راح. ده الحرس جس الرئيس بس بيده، الرئيس بردب. ده كاكا الرئيس التشادي. وبعد ده كله بيتكلم عن السيادة السودانية. كان طالع في فيديو واقف مع الجنود بتاعينه وقت بوكو حرام هاجم عليهم، جا قال لهم يا نصر يا شهادة، نحن جينا كده حمرة عين وبكورك مورال فوق، مورال فوق. شايفين الجبن دي جسة بتاعت يد بس. لا بوكو حرام ما لقيتوا زول كيف قدامكم كله اكسحوا واركبوا. تعالوا شوفوا الفرق بين الرئيس التشادي ورئيسنا نحن السوداني عبد الفتاح البرهان. عبد الفتاح البرهان يوم التخريج بتاع جيبيت كان بحيي في العساكر حقينه اثناء التخريج، والمسيره الاولى ضربت ورافع التحيه، ما يزحزح من محله وواقف في منصته وبحيي في العساكر حقينه، ما اثبت لهم بانه دخل فيه الرعب او الخوف. المسيره الثانيه لما ضربت نفس الحكايه، هو رافع يده بيلقي التحيه للعساكر بتاعينه، وكان الحرس بتاعينه بيحاولوا انه يجروه من المنصه عشان ينزلوه وهو رفض انه ينزل. بعد ما كمل التحية للآخر حتى أن البرهان انسحب من المنصة، حتى بعدين الطلبة لما لقوا شجاعة القائد بتاعهم شالوا أسلحتهم والتفوا حوله إنه يحموه، إنه يقدموا له الحماية الكافية إنه يوصل سليم. يا كاكا يا أخي، أرجل واثبت، ده الحرس بتاعك بس جساك بس.